اخيرا النهارده هعرف لهجه توأم روحي. سوري؟ توأم روحي من سوريا؟ شو هاد؟ ليش لهجتي صارت هيك؟ ماما في ايه يا اسراء؟ خضتيني. انا عم احكي سوري وما عم بعرف ارجع احكي مصري. يا حبيبتي ما تخافيش، دي لهجه توأم روحك. بعرف، بس ليش انا اللي عم بحكي سوري مو هو؟ هتفضلي تتكلمي بلهجه توأم روحك لحد ما تلاقيه، واول ما تلاقيه هترجعي تتكلمي مصري. يعني هو هلا عم يحكي مصري؟ ايوه طبعا. كثير بضحك. بابا الله يخليك، فيك تعطيني شيء اكله من البراد؟ حاجه تاكليها منين يا اختي؟ من البراد، هات. التلاجة بقى اسمها براد؟ يا الله. امال دي بقى اسمها ايه؟ اسمها طنجره. طنجره؟ طب روحي بقى بدل ما اديكي بالطنجره على دماغك. يا الله، هلا كيف بدي اروح على المدرسه؟ هلا رفقاتي بيستغربوا من اللي صار. اسراء ايه يا بنتي، عامله ايه؟ منيحه، كيفك انت؟ ايه ده انتي بتتكلمي كده ليه؟ انتي كنتي مطبقه على مسلسل تركي امبارح ولا ايه؟ يا ريت، بس هي لهجه توأم روحي ورح ضل احكي فيها لحتى الاقيه. يا رب تلاقيه عشان ترجعي تتكلمي مصري ان شاء الله. يلا على الصف مش هنتاخرنا. على الصف؟ طب اقفي في الصف يا اختي. مثل ما كنت عم اقول يا ولاد ركزوا معايا، ده نضال زميلكم الجديد هنا في المدرسه، هو لسه جاي من سوريا فعايزينه يتعود على المدرسه بسرعه. مثل ما كنت عم يا ولاد ركزوا معايا، ده نضال زميلكم الجديد هنا في المدرسه، هو لسه جاي من سوريا فعايزينه بقى يتعود على المدرسه بسرعه. اسراء شفتي الولد اللي جه المدرسه جديد؟ شكله امور قوي بجد. ايه شفته كتير حلو. شفتي من اي بلد هو؟ ايوه شفت، كان من سوريا تقريبا. وهذا ما لفت انتباه حضرتك لشيء؟ ايوه طبعا، انه اكيد مامته بتطبخ اكل حلو قوي. لك يا غدا الله يخليكي ركزي شوي. ده سوري، يعني ممكن يكون توأم روحي. اخيرا فهمتيها. لك لو بس اعرف اللهجه اللي عم يحكيها رح اعرف هو توأم روحي ولا لا. انت هتفضلي تراقبيه كده من بعيد، ما تروحي تكلميه يا اسراء. عمر حتى انت انتبهت؟ يا بنتي كل المدرسه انتبهت. لك ما بقدر احكي معه، انا كتير بستحي. مفيش مجال للكسوف، اهو جاي علينا اهو. ازيك يا عمر؟ ايه ده انت معاك حد؟ دي اسراء. انا نضال، ازيك؟ ايه ده مالك؟ انت ما بتتكلميش؟ معلش اصل زورها وجعها من امبارح. اسراء لازم تنجزي وتكلميه، ده طلع بيتكلم مصري، يعني 100% هو توأم روحك، ولو كلمتيه هترجعي تتكلمي مصري تاني. خلص انا رح اوثق بحالي وروح بحكي معه. انا اسراء وانت توأم روحي، انا اسراء وانت توأم روحي، سهله. نضال. اسراء ازيك؟ انت اسراء وانا توأم روحي. انا اسراء ازاي يعني؟ اسفه كتير اتخربطت. شو هاد؟ انا ليش لسه عم بحكي سوري؟ شو هاد؟ انا ليش لسه عم بحكي سوري؟ انت بتتكلمي سوري فعلا، ازاي ما خدتش بالي منك من زمان؟ انت اكيد توأم روحي. لا اكيد في شيء غلط بالموضوع، لانه انا لساتني عم بحكي سوري وانت لساتك عم تحكي مصري. يمكن في عطل في السيستم. يمكن، بس انا لازم امشي هلا. يلا باي، صفي بدأ. يا اسراء غادة احكي لي، كلمتي نضال؟ ايه حكيت معه. ايه ده؟ امال ليه لسه بتتكلمي سوري؟ هذا الشيء اللي ماني فهمانته. طب مش يمكن السيستم يكون فيه مشكله؟ هو كمان قال لي هيك، بس انا احساسي عم بيقول لي انه مو هو توأم روحي، اكيد في حدا تاني. عمر كمان جه اهو، اكيد هيسالك عملتي ايه مع نضال، كان قلقان قوي عليكي. اسراء قبل ما تسال انا كلمت نضال وطلع مش. ايه ده؟ انا رجعت اتكلم مصري. كيف رجعتي تحكي مصري؟ شو هاد؟ وانا عم بحكي سوري. عمر انت مصري، انا مش فاهمه حاجه. لا انا بابا من سوريا، بس اجينا على مصر ونحن صغار. انت عمرك ما حكيت لي. وانت ولا مره سالتيني. يا ولاد الايه، طلعتوا توائم روح بعض؟ بس ازاي؟ ما انتوا اتكلمتوا امبارح وما حصلش حاجه. امبارح ما كان ظاهر لي لهجه توأم روحي، اليوم طلعت لي وانا كنت جاي احكي لي. انا مش مصدقه، ما قلت لها اعز اصحابي هو توأم روحي. يا ترى لعنه النهارده هتبقى ايه؟ احسن برضه، كفايه ان هو اول يوم في مدرستي الجديده. صباح الخير، نمتي كويس؟ بصراحه لا، لسه ما اتعودتش على البيت الجديد. معلش بكره تتعودي. طيب انا هروح المدرسه بقى، باي. هاي. بقول لك ما بيردوش ليه؟ اخيرا بنت قاعده لوحدها زيي. هاي، اسمك ايه؟ اسمي ملك. وانا اسمي اسراء. قاعده لوحدك ليه؟ محدش هنا راضي يتكلم معايا. طيب خلاص ما تزعليش، احنا ممكن نبقى اصحاب. بجد انا هبقى مبسوطه قوي. ده انا اللي هبقى مبسوطه. تعالي نطلع الفصل مع بعض. يلا. مين عارف الاجابه؟ انا يا مستر عارفه. ايه ده يا ملك، انت طلعتي دحيحه؟ ده محدش رافع ايده غيرك. فصل كامل ومحدش عارف يجاوب، امال انا بشرح لمين؟ ايه يا بنتي، هو مش سامعك ولا ايه؟ ما تعلي صوتك شويه. مستر انا عارفه الاجابه. مستر. ايوه. ملك رافعه ايديها بقالها كتير وحضرتك مش بتقومها. اسراء انت كويسه؟ مفيش بنت هنا في الفصل اسمها ملك. اسراء انت جبتي اسم ملك ده منين؟ لا انا اتلخبطت، انا قصدي مريم. لا يا اسراء انت ما اتلخبطتيش، شنطتك وعلى مكتب المدير. يا مستر انا والله. ما تبرريش كتير يا اسراء، انا عارف انك شفتي ملك. هي مين ملك دي بس؟ ملك بنت ماتت في المدرسه هنا من سنتين، كان فصلها هو فصلك اللي انت فيه دلوقتي. بجد؟ يعني في بنت فعلا اسمها ملك؟ كان في بنت اسمها ملك،
انا ما اعرفش ازاي ده حصل، بس انت واضح انك اعصابك تعبانه وده خلاكي تشوفي حاجات مش موجوده. خدي اذن وروحي النهارده. تمام يا مستر. اسراء انت خارجه ليه من المكتب؟ هو انا مش طلبتك؟ هو حضرتك مين؟ انا المدير يا بنتي. مدير ايه؟ امال انا كنت بكلم مين جوه؟ بتكلمي مين ايه؟ الاوضه فاضيه جوه. واضح ان انت اعصابك تعبانه. خدي اذن وروحي النهارده. هاخد اذن؟ مالك يا حبيبتي؟ كأنك شفتي عفريت. انا شفت 2. ماما احنا لازم نمشي من البيت ده حالا. انت كل بيت جديد تقولي كده؟ تعالي بس سلمي على جيراننا الجداد. جيران جداد ايه يا ماما بس؟ سلام عليكم. ملك. ملك مين يا اسراء؟ دي طنط منى وبنتها ليلى. دي مش بنتها، دي ملك. واضح ان اسراء تعبانه، هنيجي في وقت تاني. يلا يا ليلى. سلام يا اسراء، قابليني في المدرسه الساعه 12 بالليل. ايه الرعب ده؟ انا مستحيل اعمل كده. ماما مالك؟ معرفش، حسيت اني بتخنق فجاه. خلاص ما تقلقيش، مش هيجرالك حاجه. هي كده بتجبرني ان اروح لها. خايفه قوي. انت عايزه مني ايه يا ملك؟ اظن كفايه قوي لحد كده. عايزاكي تعقلي بقى يا ريم. ريم مين؟ انت جننتي. انت اللي اتجننتي ومش راضيه تقتنعي بالحقيقه. حقيقه ايه؟ انت ريم وانا ملك، واحنا الاتنين متنا في حادثه قدام المدرسه، وانت كل يوم تخشي جسم بنت وتقنعي نفسك انك هي. انت بتقولي ايه؟ انا عشان صاحبتك جارتك في اللي بتعمليه يمكن تعقلي، بس كده ما سبتليش غير حل واحد. حل؟ هتخرجي من جسم اسراء، يعني هتخرجي. انا بعمل ايه في المدرسه بالليل كده؟ ايه اللي جابني هنا؟ يا ترى اختيار النهارده هيبقى ايه؟ انا عارفه نفسي، اخري هبقى محوشه 200 جنيه. هختار التحذيرات احسن. يوسف اخويا حبيبي اللي هيديني فلوس عشان اجيب هديه وانا رايحه عيد ميلاد صاحبتي بالليل، ده لو مش متقله عليك طبعا. ولو متقله يا ستي، هو انا ليا غيرك يا اسراء؟ انت وماما بعد ما بابا مات الله يرحمه. امسكي. ربنا يخليك لينا يا يوسف. انا نازله. سلام. ليه يعني؟ ده اسرع حاجه. طيب امري لله. ايه يا بنتي انتي اتاخرتي ليه؟ انت اللي جيتي في ميعادك ازاي؟ ده المترو عطل ساعه ونص. بجد؟ ده الموضوع طلع حقيقي بقى. طب يلا عشان نرقص مع سلمى. المهم يا بنتي اللي حصل. يوسف مش هرد. في ايه مش هرد؟ من حق اتبسط شويه من غير ذنب. ماما انا جيت. ايه ده؟ هو البوليس بيعمل ايه هنا؟ يوسف اخوك اتخطف يا اسراء. ايه؟ يبقى عشان كده كان بيتصل عليا. انا مش هعرف اسامح نفسي خالص. يوسف يا ماما. ابني، مين اللي عمل في وشك كده؟ ده مفيش في حته سليمه. انا مش فاكر اي حاجه من اللي حصلت. فجاه لقيتني بترمي من العربيه قصاد البيت هنا. ما اكيد هاخد بالي منه، يعني ده اخويا. اهم حاجه ان انت رجعت لنا بالسلامه. اطلع اوضتك ارتاح. عامل ايه النهارده؟ تحب اغير لك على الجرح اللي في وشك؟ لا انا لسه مغير عليه. طيب على راحتك، بس الحمد لله انه رجع بالسلامه. ده اكيد عايز حاجه. طب سلامي سلمى دلوقتي. يوسف ايه ده؟ انت خبيت الموبايل ليه؟ انت بتكلم حد ولا ايه؟ لا خالص. بقول لك ايه يا اسراء، انا جعان، ما تعملي الغدا. عينيا ليك. تحب تاكل ايه؟ جمبري. جمبري؟ ازاي يعني؟ انت ما بتطيقش ريحته. إيه؟ لا ما انا قلت اديله فرصه يعني اجربه. ماشي. الاكل تحفه بجد، تسلم ايديا. ايه ده يا يوسف؟ انت بتاكل بايدك الشمال ليه؟ انت بقيت اشول؟ لا ده من كتر حلاوه الاكل، بس انا مش مركز. مش هتعملوا لنا الشاي بقى ولا ايه؟ انت ما بتحبش الشاي. خلاص يا ماما، ايوه هنعمل لك الشاي حالا. ماما اللي بره ده مش يوسف. يوسف انا خلصت الشاي وجايه اهو. بلاش استعباط، انا سمعتكم وعارف ان انتوا كشفتوني. انت مين؟ واخويا يوسف فين؟ مش هتشوفي يوسف تاني غير لما ترجعي لنا الامانه اللي هو خدها مننا. انا قلبت اوضته عليها وما لقيتهاش. اما تلاقيها بتتصلي على الرقم ده لو عايزه تشوفي اخوكي تاني. اذا كان هو ما لقاش الامانه انا هلاقيها. درج الاكسسوارات، الخاتم اللي هو اداهولي في عيد ميلادي لما قال لي الخاتم ده سحري، لو وقعتي في مشكله هيحلها لك. لازم اتصل بيهم بسرعه. لا بقى، ما انا مش هسيب اخويا. الو، الخاتم بتاعكم معايا بس مش هتاخدوه لما يوسف يرجع. يوسف الخاتم بتاعك اهو، ابعدوا عننا بقى. ليه يا اسراء عملتي كده؟ الخاتم ده بتاع بابا وهو مات في سبيل انه ما يوصلهمش. طب هم هيعملوا ايه بالمزيف طالما الحقيقي معانا؟ ايه؟ انا رحت امبارح وعملت واحد زيه بالظبط قدامك اقل من ساعه ولا ما يكتشفوا. شكرا بجد، الخاتم ده لازم يروح البوليس حالا. ما تشكرنيش، انا اشكر لا جروب الدفعه، لا ده موسم امتحانات وانا مش ناقصه احباط ونكد. انا هدخل في جروب وقفه المامز. ثانيه واحده بس، انا مش مامي. ماما يا لهوي، انا اتحولت لماما. إيه الجروب الغريب ده؟ وماما مشتركه فيه ليه اصلا؟ مش مهم، انا دلوقتي اتحولت لماما، يعني اقدر اتحكم في اخويا زياد واقول لبابا يشتري لي كل الحاجات اللي نفسي فيها.
زياد بقولك. ايه ده؟ انت بتتكلمي كده ليه يا ماما؟ يا لهوي انا نسيت. واد يا زياد. ايوه كده. انزل هات لي اندومي وشيبسي وريد بول. اندومي وريد بول ايه يا ماما؟ ده انا عندي ليكي خبر هيطير نافوخ. خبر ايه يا ولا؟ انا سقطت في العربي والانجليزي والكمبيوتر. يا بصبتي سقطت في الكمبيوتر. هو ده اللي هيجنني، ده انا قاعد في السايبر طول اليوم. سايبر؟ انت بتاخد فلوس الدروس عشان تصرفها في السايبر؟ امشي يلا غور من وشي. انا خلاص جبت اخري من العيال المقرفه دي، دول هيجننوني. ثانيه واحده، اكيد ماما دخلت في جروب وقفت المامز علشان كده، اكيد الحل في الجروب ده. انا هدخله واشوف الموضوع فيه ايه بالظبط. جماعه ده عجبني قوي الوانه، مش عارفه كل ما البسه احس ان انا شبه الهديه، فعجبني قوي. ده ب 260 ليره. بصوا بقى يا جماعه، البنطلون ده عجبني قوي اهو، ده ب 300. وده برضو عجبني، هو هنا في قطع بس انا لابسه تحتيه حاجه يعني. ده ب 130. البيس دي بقى يا جماعه حبيتها قوي اول لما شفتها، ويعني بتاخد شكل الجسم كده، شكلها حلو قوي. ديت ب 130 ليره. ده بقى يا جماعه حبيته جدا، بصوا حسيته ستايلش وكول قوي يعني. ده ب 260 ليره. جماعه انا بحب الاوفر سايز، فلما شفت ده برضو عجبني قوي، ولونه حلو جدا، لونه انتنس قوي، فعجبني وعليه سكوبي دو. وده ب 200 ليره. بصوا الفيست ده يا جماعه. طب بصوا الفيست ده، الاتنين نفس الفيست، فينفع نقلبه على لونين. عجبني قوي، حسيت استخدمه كذا مره يعني. وده ب 150 ليره. اوكي يا جماعه، اول قطعه هو ده كت، فجبت عليه ده. وده فيه ازرق وده تركواز، فشكلهم حلو على بعض. الاتنين تريكو والاتنين ب 330 ليره. بعد كده البنطلون ده ميلتون. حسيته مريح قوي، مش زي الميلتون ساعات بيبقى قماشته من جوه بتضايق شويه، لا ده كان حلو قوي وحسيته ينفع في كذا مكان، فعجبني. جبته ب 230 ليره. يا ربي انا كده هتاخر قوي، بسرعه يا اسطى ربنا يكرمك. يا استاذه ما الطريق زحمه، لو مستعجله انزلي اركبي الطياره. خلاص انت هتفتح لي نافوره. يا رب المستر يدخلني. مستر رفاعي انا اسفه جدا على التاخير. اسراء انت كنت فين كل ده؟ مستر الحصه بادئه بقالها ربع ساعه، عديها يعني. انا مش بسال على الحصه. امال حضرتك بتسال عن ايه؟ اسراء روحي دلوقتي حالا على مكتب المدير وانا هحصلك. ليه بس يا مستر ليه؟ انت عارفه كويس قوي ليه. وانا عملت حاجه وناسيه ولا ايه؟ ايه ده اسراء؟ انت هنا بجد؟ ساره مش هتصدقي، مستر رفاعي اتجنن. يعني انا ما شفتكيش طول المده دي وجايه تقولي لي مستر رفاعي؟ في يا ساره انا لسه مقابلاكي امبارح، مالك؟ امبارح؟ اسراء انت مختفيه بقالك 5 سنين، الناس كلها فاكره انك متي. انت بتقولي ايه؟ دفعتنا اتخرجت يا اسراء، وانا دلوقتي شغاله مدرسه هنا. ساره احنا في ثالثه ثانوي. اسراء انت لازم تطمني اهلك عليكي بسرعه. يا ماما. اسراء بنتي، انت لسه عايشه؟ انت كنت فين كل ده؟ احنا قلبنا الدنيا عليكي. هو في ايه؟ انا مش فاهمه منكم حاجه، انا هروح اوضتي حالا. اسراء ايوه جايه. ايوه يا بابا. اسراء انت شكلك تعبانه قوي، لازم نروح للدكتور نعمل شويه تحاليل. لا مفيش داعي، انا كويسه. ازاي يعني؟ لا طبعا لازم نطمن عليكي. دكتور انا كويسه مش كده؟ التحاليل كلها بتقول انك زي الفل الحمد لله. بس الانيميا اللي كانت عندك من 5 سنين لسه موجوده. لا ما هي الانيميا حالفه لا تعيش معايا، مش هتسيبني. لا بالعلاج هتروح ان شاء الله. ان شاء الله. ساره تفتكري ان حصل لي ايه؟ والله يا اسراء انا هموت واعرف. طب انت مش فاكره لما صحيتي النهارده عملتي ايه؟ انا مش فاكره اي حاجه غير ان انا كنت نازله رايحه المدرسه. طب انت فاكره كنت ماشيه فين بالظبط؟ عشان انا تقريبا كده عرفت ايه اللي حصل. فاكره انا كنت ماشيه من هنا. ايه ده؟ زي ما توقعت، دي قناه تربط بعدين من الزمن مع بعض، وشكلك عديتي منها. يعني ايه؟ يعني انت كنت تايهه في بعد تاني من الزمن طول المده دي وخرجتي منه النهارده. ساره انا مصدعه وشكلي محتاجه اروح دلوقتي. سلام. انا دلوقتي بقيت لوحدي، تقدروا تتكلموا. انت بقيتي متهوره قوي يا 925 كده، ممكن يكشفوكي. ما تقلقوش محدش هيعرف حاجه، كل الناس مطمنالي. خلصي المهمه اللي عليكي في اسرع وقت. تمام يا 2 3 4. في حاجه لازم تعرفيها يا 925. ايه؟ كوكبنا بينهار خلاص وللاسف ما قدامناش كتير، لازم تفتحي لنا البوابه بسرعه. ما تقلقوش هتصرف. اخيرا وصلت، بمجرد ما ادوس الزرار ده البوابه هتتفتح واهل الكوكب بتاعي هيقدروا يجوا الارض. برافو عليكي يا 925، احنا هنتحرك دلوقتي. مستنياكم يا 2 3 4. الحقوا يا جدعان، السما مليانه اطباق طايره. في فضاي مخلص كل الاندومي اللي في السوبر ماركت. ياه الواحد حاسس كانه رجع بيته. اسراء الحمد لله انك رجعتي، الفضائيين مدمرين كل حاجه. ما تخافش مش هيعملوا لي حاجه. ازاي؟ دول مرعبين على فكره بقى، هم كيوت جدا. يا لهوي البوليس على الباب. انتم اهل اسراء؟ ايوه احنا
احنا لقيناها نازله حالا من الاطباق الطايره، كانت رهينه مع الفضائيين. امال مين البت دي؟ هي غالبا فضائيه متنكره في صوره بشريه. تعالي معانا. اياك تلمسني، انا فعلا مش اسراء، بس انا هشرح لكم كل حاجه. احنا كوكبنا بينهار وما عندناش حل تاني غير ان احنا نعيش معاكم على كوكب الارض. للاسف مش هنقدر نساعدكم، بس انا هحاول اتصرف. بجد؟ انا اتكلمت مع الوكاله الفضائيه، احنا هنحاول ندور لكم على كوكب محندق شويتين، هو مش قد المقام بس هو احسن من مفيش. زغرطوا يا فضائيين. اسراء انا العلامه بتاعتي ظهرت وطلع لي اللون مريم استني، ما تقوليش جالك ايه لحد ما علامتي تظهر لي. ماشي اتفقنا، هدعيلك تظهر لك نفس العلامه بتاعتي. ان شاء الله علامتنا تكون زي بعض، احنا اصحاب من واحنا عندنا 4 سنين، مستحيل علامه هي اللي تفرق ما بيننا. اخيرا علامتي هتظهر لي. خليكي ثابته لحد ما علامتك تظهر لك. لقينا علامتك باللون الازرق. يا رب تبقى زي علامه مريم انا علامتي ظهرت. تمام، انا هقول لك علامتي ايه وبعد كده انت تقولي لي جالك ايه. اتفقنا. جالي اللون الاحمر وانا الازرق. جالنا الوان مختلفه. يا لهوي، تفتكري العلامات دي معناها ايه؟ مش عارفه بجد، خلينا نستنى لحد بكره، هما هيعلنوا معنى الالوان دي ايه. ربنا يستر يا مريم. هيعلنوا دلوقتي. مستعده؟ ايوه مستعده، عشان مهما كان معنى الالوان دي ايه انت هتفضلي زي اختي بالظبط يا اسراء. اخبار عاجله، كل اللي جالهم اللون الاحمر لازم يخلصوا من اللي جالهم اللون الازرق. ايه؟ مستحيل. اسراء انا فضلت طول الليل بدور على حل نعمله عشان نحميكي. ولقيتي حاجه؟ ايوه بصي، احنا هنحول علامتك للون الاحمر عشان لو اي حد شافك ما يحاولش يأذيكي. تفتكري هتنجح؟ هنجرب، ما عندناش حل تاني. ماشي هجرب. ايه ده؟ شكلها حقيقي قوي، شبه بتاعتك بالظبط يا مريم. انا هعمل اي حاجه عشان احميكي. انا اسفه يا مريم بجد، انا بصراحه خفت منك امبارح. ليه كده يا اسراء؟ عشان شفت ان هم حاطين مكافأة كبيرة قوي، 1,000,000 جنيه يا مريم لاي حد علامته حمراء يخلص من حد علامته زرقاء، وانا بصراحة عارفة انت قد ايه محتاجة الفلوس. انت اكيد بتهزري، انا عمري ما فكرت في الموضوع اصلا. بالمناسبة دي انا هقوم اعمل لنا حاجة نشربها. ماشي، وانا هشغل المسلسل بتاعنا النسكافيه اللي بتحبيه. ربنا يخليكي ليا، انا مش عارفة كنت هعمل ايه من غيرك. بطلي هبل، يلا نتفرج على المسلسل. اسراء مالك، انت كويسة؟ مش عارفة مريم. اسراء انا اسفه قوي يا اسراء، بس دول 1,000,000 جنيه مستحيل اسيبهم علشانك. الو، لو سمحت انا خلصت امبارح من واحده علامتها زرقاء والمفروض الفلوس كانت توصل لي النهارده ولحد دلوقتي مفيش حاجه جت. بس هي كانت علامتها حمراء. اسراء نبيل علامتها زرقاء، هي رسمت فوقيها باللون الاحمر عشان تخدعكم. اسراء نبيل، ثانيه واحده، هي ما ماتتش اصلا. ما ماتتش ازاي يعني؟ امال هي فين دلوقتي؟ هي محجوزه عندنا في اداره السيستم وبنعمل عليها تجارب. تجارب؟ ايوه، عايزين نكتشف هي ما ماتتش ازاي. انا كنت عارفه ان هو قط ب7 ارواح. خلاص كده 1,000,000 جنيه راحت عليا. الو، في حاجه؟ هي اسراء معاكي؟ معايا ازاي؟ هو انت مش قلت لي انها عندكم؟ لا، ما هي هربت. هربت ازاي يعني؟ دي زمانها جايه لي دلوقتي. يا ريت لو جاتلك تبلغينا بسرعه قبل ما تعمل فيكي حاجه. اسراء، مفاجاه صح؟ اسراء حبيبتي، مين اللي عمل فيكي كده؟ انتي مفكراني هبله يا مريم وهصدقك تاني ولا ايه؟ انا هفهمك ازاي اخترتي اعز صاحبه عندك عشان تخلصي منها. لو همك الفلوس قوي كده كنت اختاري اي حد تاني علامته زرقاء، عشان انتي عبيطه وبيضحك عليكي بسرعه. ايه اللي على ايدك ده يا مريم؟ انتي علامتك زرقاء؟ اوبس، اللون راح. كان لازم يعني استرخص في الالوان. انا هبلغ عنك. برضو لسه عبيطه زي ما انتي، هما بيجروا وراكي انتي مش ورايا انا. استني عندك يا اسراء. مش هتعرفي تهربي يا اسراء، انا قافله كل الابواب. اعملي حاجه واحده في حياتك كويسه وسيبيني امشي يا مريم. مش هسيبك الا لما تقولي لي ما متيش ازاي. ما شربتش النسكافيه اللي انتي عملتيه. ايه؟ انا شفتك بتشربيه. شفتي بقى مين فينا اللي عبيط؟ كان باين عليكي قوي ان انتي عايزه تخلصي مني. يا كدابه يا خاينه، خليتيني اصدق انك متي. انا اسفه اني زعلت حضرتك وما متش. ينفع تسيبيني امشي بقى؟ اوكي امشي. شكرا انك هتخليني افقد الثقه في اي حد هعرفه في حياتي. بقول لك ايه، مش انا جالي يا اما اتجوز احمد عادي يا اما اعرف توأم روحي، وانا بصراحه اخترت ان انا اعرف توأم روحي. انت عبيطه يا بنتي، ازاي تختاري كده؟ ده فرحكم كمان اسبوعين. يا بنتي ما ان شاء الله اكيد يطلع احمد يعني. بعد فرحنا قرب، انا مبسوطه قوي. ايه الهبل ده؟ ما خطيبي هو اكيد توأم روحي. هو ممكن يطلع مش هو؟ انا لازم اتاكد. ساره بقول لك ايه، مش انا جالي يا اما اتجوز احمد عادي يا اما اعرف توأم روحي، وانا بصراحه اخترت ان انا اعرف توأم روحي. انت عبيطه يا بنتي، ازاي تختاري كده؟ ده فرحكم كمان اسبوعين. يا بنتي ما ان شاء الله اكيد يطلع احمد يعني.
ان شاء الله. ربنا يستر. الو يا حبيبي، ازيك؟ وحشتني قوي. وانت كمان وحشتيني. بقول لك ايه، هخلص بس الجيم واكلمك على طول. طيب مستنياك. رقم خاص. الو. اول ما اقفل معاكي هتلاقي رساله على موبايلك فيها رقم توأم روحك. ده مش رقم احمد، انا لازم اعرف ده مين بسرعه. الو. ايوه مين؟ هو انت اسراء معايا؟ هو في ايه؟ هو احمد حصل له حاجه ولا ايه؟ يا لهوي، ازاي؟ انا لازم اروح اقول لساره حالا. ساره الحقيني، في حد بعت لي رقم توأم روحي، ولما كلمته طلع حسام. ايه؟ حسام صاحب احمد؟ مش فاهمه ازاي ده حصل بجد. طب وانت ناويه تعملي ايه دلوقتي؟ مش عارفه. يا لهوي، ده احمد اللي بيتصل. ربنا يستر ما يكونش حسام قال له ان انا كلمته. الو. حبيبتي بقول لك ايه، حسام عازمنا النهارده على عيد ميلاده. طب هو انا لازم اجي معاك؟ ايوه حبيبتي، في ايه؟ امال هروح لوحدي؟ طيب ماشي، سلام. حسام، كل سنه وانت طيب. صحيح بقول لك ايه، ما شفتش احمد؟ احمد في الحمام يا اسراء. طيب كنت عايزه اقول لك سوري ان انا كلمتك بالغلط الصبح. لا يا اسراء، انت ما كلمتيش بالغلط. انا عارف انت اتصلتي ليه. عارف ايه؟ لما كلمتيني الصبح انا كنت مستنيكي تتصلي يا اسراء. استنيني؟ انا اخترت الصبح ان توأم روحي يكلمني، وبعد ساعه بالظبط انت اتصلتي. هو انا في حد بعت لي رقمك وقال لي انه ده رقم توأم روحك؟ انت مصدق الهبل ده؟ ده مش هبل، من وانا في الكليه وانا بحبك. ايه؟ بس لما احمد قال انه هيخطبك انا سكت وخبيت الموضوع. ما انا كمان كنت بحبك، بس انت ما كنتش مهتم بيا خالص، انت ما كنتش بتوجه لي كلام اصلا. انا ما بعرفش ابين مشاعري يا اسراء. وجاي تبينها دلوقتي بعد فوات الاوان اصلا. لا الموضوع مش كده. بص، انا كده هتجوز احمد، ربنا يوفقك في حياتك. انا عشان بحبك عمري ما هقف في وش ساعتك يا اسراء. سلام. انا لازم اكلم احمد واحكي له كل اللي حصل عشان يتاكد ان انا بحبه. الو احمد، انا لازم احكي لك على احنا مش هينفع نكمل مع بعض. ايه؟ انا لقيت توأم روحي خلاص وما طلعتش انت. المملكة بتاعتك ظهرت لك ولا لسه؟ لا لسه، انا هموت من القلق. هو انت نفسك يجيلك مملكة ايه؟ مملكة الارض زي ماما، وبجد مش عارفة انا هعمل ايه لو جالي مملكة غيرها. ما تقلقيش يا اسراء، ان شاء الله هتطلع لك مملكة الارض زي مامتك بالظبط. انا كان نفسي ماما تبقى عايشة معانا دلوقتي، بس انا متأكد ان هي في مكان احسن. وانت بقى يا يحيى نفسك تطلع لك مملكة ايه؟ مملكة النار. كنت عارفة. ليه يعني؟ اصلها دايما والعة معاك. اسراء، هو انت لسه واقفة مكانك؟ ايوه مرعوبة قوي، لسه المملكة بتاعتي ما ظهرتش. طب خمني مين جات له المملكة بتاعته؟ جالك ايه؟ مملكة النار. كنت عارفة، مبروك. انت كمان خلاص الوقت بتاعك جه دلوقتي. ربنا يستر، انا هروح اعرف انا مملكة ايه دلوقتي حالا. دكتورة هالة، انا جيت عشان اعرف المملكة بتاعتي. امسكي الشمعة دي يا اسراء، ولما تنور هتظهر لك المملكة بتاعتك. دي ما ولعتش، غريبة قوي. ايه الغريب؟ المفروض انها تولع على طول بمجرد ما تمسكيها. طب وده معناه ايه؟ معناها انك ده معناه ايه؟ معناه انك في مملكة الولا حاجة. لا مستحيل، اكيد في حاجة غلط، يمكن الشمعة دي بايظة. الشمعة دي عمرها ما تغلط ابدا. بس النهارده اخر يوم في الانضمام للممالك، لو ما جاتليش مملكة كده هروح عالم الولا حاجة. اسراء، هي دي القواعد. يا دكتورة هالة، هاتي الشمعة. ايه ده؟ اسراء انت رايحة فين؟ انا ما جاتليش اي مملكة. هو ينفع حد ما يجيلوش مملكة؟ ايوه انا، وعشان كده مضطرة اروح عالم الولا حاجة. ازاي يعني ما جاتلكيش مملكة؟ معرفش يا يحيى، معرفش. طيب ربنا معاكي. هي دي البوابة اللي هتوديكي عالم الولا حاجة، عدي منها. طب انا هرجع امتى؟ هو انت ما تعرفيش؟ ايه؟ اللي بيروح عالم الولا حاجة ما بيرجعش تاني، لازم تجيلك مملكة عشان تعيشي في عالم الممالك. لا ارجوكي يا دكتورة هالة، انا مش عايزة اروح. اهلا بيكي في عالم الولا حاجة. اهلا بيكي في عالم الولا حاجة، احنا هنبقى عيلتك هنا. انا مش عايزة عيلة. اسراء ينفع نخش؟ لا ما ينفعش. احنا عارفين انت حاسه بايه دلوقتي، احنا كمان ما جتلناش اي مملكه واضطرينا نيجي هنا عالم الولا حاجه، بس انت هتتبسطي قوي معانا. بس انا لازم انضم المملكة. ليه يعني؟ ده العيشه هنا حلوه جدا. عشان ماما كانت في مملكة الارض وكل الناس كانت بتحبها، وانا نفسي اطلع زيها. طب هو مامتك فين دلوقتي؟ ماتت. ربنا يرحمها. بص انا عارف ان انت متضايقه قوي دلوقتي، بس بجد انا حاسس ان انت هتتبسطي هنا جدا. بكره هتروحي المدرسه وتتعرفي على اصحاب جداد. لا انا مش عايزه اروح المدرسه. صباح الخير، انا اسراء الطالبه الجديده وهبقى معاكم في الفصل هنا.
ازيك؟ انا جنى، ايه رايك نبقى اصحاب؟ ماشي. اسراء الحقي، بصي مين جاي علينا. اسراء الحقي، بصي مين جاي علينا. مين؟ دي شله المتنمرين في المدرسه. ايه يا جنى، مش هتعرفينا على صاحبتك الجديده؟ دي اسراء، والنهارده اول يوم ليها في المدرسه، ينفع ما تضايقوهاش؟ ايوه طبعا، احنا هنضايقك انتي. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ابعدوا عنها. خليكي في حالك، وعشان تقعدي في المدرسه هنا ما تتدخليش في اللي ما يخصكيش. لا، عشان انتوا اللي تقعدوا في المدرسه هنا لازم انتوا اللي ما تتدخلوش في اللي ما يخصكوش وتسيبوا جنى في حالها. انت هتندمي على اللي قلتيه ده. اسراء، انت وقفتي قصادهم ازاي؟ ما حدش في المدرسه قدر يعمل زيك قبل كده. طب يلا بقى يا جنى على الفصل عشان ما نتاخرش. جماعه انتوا لازم تساعدوني ارجع عالم الممالك تاني. يا اسراء انت ما جاتلكيش اي مملكه. ما انا لازم انضم لمملكه النار. حتى بصوا يا اسراء ما فيش حاجه في ايدك. وانا في المدرسه في نار ظهرت في ايدي، بس انا لسه مش عارفه اتحكم في القدره بتاعتي. اسراء احنا مش عبط، احنا عارفين ان انت عايزه ترجعي بس مش لدرجه ان انت تضحكي علينا. طيب بصوا بصوا برضه مفيش نار طلعت من ايدك. انا لازم اقنعهم ارجع عالم الممالك تاني. يا ريت ماما كانت جنبي دلوقتي. ايه ده؟ دي ميه. اسراء هو ايه اللي اتكسر ده؟ لا يا عم، وكل حاجه تمام، مفيش حاجه اتكسرت. هو انا ممكن اروح مملكه الميه برضو؟ كل الفصل يفتح صفحه 15. انتي شكلك وحش. انتي اللي عملتي كده يا سلمى مش كده؟ ايوه انا، بس انا اسمي كارما يا هبله. طب يا كارما يا هبله، خدي دي علشانك. يا عيني. اسراء ايه اللي انت عملتيه ده؟ دي كانت طياره ورق، ثم ان هي اللي رمت عليا حاجه الاول. انت محظوظه ان كارما كانت لابسه نضاره، ولولا كده كان زمانك اتفصلت من المدرسه دلوقتي. هو انت هتعاقبها ازاي يا مستر؟ احنا هنديها انذار بس عشان اسراء اول مره تعمل حاجه زي كده. ليه كده يا مستر؟ ما تفصلني، عشان انا بصراحه مش عايزه اشوف الاشكال دي تاني. اسراء، الحمد لله انك ما اتفصلتيش من المدرسه. خضتيني يا جنى. عادي يعني، ما انا كده كده محدش بيحبني في المدرسه دي. ايه ده؟ هو انت ما تعرفيش ايه؟ الحفله بتاعت المدرسه بتاعتنا يوم الخميس اللي جاي، بتفكري تروحي مع حد معين؟ يعني انا ممكن اروح مع ادم. ادم؟ مستحيل، ده اللي كارما بتحبه وهتموتك لو عرفت. اسراء مش كده؟ ازيك يا ادم؟ انا كنت عايز اسالك لو تحبي تروحي معايا حفله المدرسه. بص يا ادم، هي كارما بتحبك واحنا مش عايزين اي مشاكل. مش مهم كارما، انا عايز اروح معاكي انت. موافقه؟ موافقه. اسراء. يحيى، ثانيه واحده، انت ازاي سبت عالم الممالك وجيت هنا ازاي؟ دي قصه طويله، بس انا كان لازم اجي. اسراء انا حاسس ان انت لازم ترجعي عالم الممالك. ايوه، وانا كمان حاسه ان انا لازم ارجع وانضم لمملكه النار والميه والحب. ايوه ما انا عارف، بس هو انت عارفه ده معناه ايه؟ ايه؟ معناه انه انت كده في مملكه الكل حاجه. ايه؟ فاكره دكتوره هاله؟ ايوه، اللي بعتتني مملكه الولا حاجه. ايوه هي دي، بنتها بقى هي اللي انضمت لمملكه الكل حاجه. طب انت تفتكر ينفع 2 ينضموا لمملكه الكل حاجه في نفس السنه؟ لا طبعا، ما انت عارفه ما ينفعش الا شخص واحد ينضم لمملكه الكل حاجه، يا انت يا هي. يا اسراء انا عمري ما شفت ملك بنت الدكتوره هاله بتستخدم اي قدره من قدراتها، فانا حاسس ان مامتها بعتتك انت لعالم الولا حاجه بدلها. احنا لازم نرجع عالم الممالك حالا. يلا بينا، انا هرجعك. يلا. اسراء، انت بتعملي ايه هنا؟ دكتوره هاله، هي فين بقى الشمعه اللي بتحدد انا هدخل مملكه ايه؟ وانت بتسالي عنها ليه؟ عشان الظاهر كده ان انت بدلتي بيني وبين بنتك ملك، وانا اللي المفروض انضم لكل الممالك. هو انت لسه عايشه في عالم الاحلام بتاعك ده؟ ما انا قلتلك قبل كده الشمعه مش ممكن تغلط، انت مالكيش اي مملكه، امسكوها. اسراء انا لقيتها. اسراء ما تحاوليش تاني، انا قلتلك 100 مره انت مالكيش مكان هنا. ارجوكي اشتغلي، ارجوكي اشتغلي. يعني انا فعلا بنتمي لكل الممالك. يوه، باللي انت عملتيه ده يا اسراء انت هتضطريني اخلص منك زي ما بالظبط خلصت من مامتك. ايه؟ دول قالوا لي ان ماما ماتت عادي ومحدش موتها. ده اللي هم قالوهولك، انما في الحقيقه انا اللي خلصت منها. بس ما تخافيش، انت هتبقي معاها كمان شويه. انت عملتي درع عاكس. هي كويسه؟ لسه بتتنفس. احنا لازم نمشي من هنا بسرعه يا يحيى. لا مش هنمشي. ليه؟ يا اسراء انت اللي بتنتمي لكل الممالك، يعني انت اللي لازم تصلحي كل اللي حصل. اسراء انت دلوقتي المسؤولة عن الممالك، تحكمي على دكتورة هالة وبنتها ملك بايه؟ ملك،
انت للاسف ما تنتميش لاي مملكه من الممالك، عشان كده لازم تروحي عالم الولا حاجه. بس ما تخافيش، هما طيبين هناك قوي. اما انت يا دكتوره هاله فانت لازم تتعاقبي عشان موتي مامتي، وعقابك هيكون ان هما هيسحبوا منك كل القدرات بتاعتك.